السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسماء من قناة إفريتيك مود أسماء. اليوم جبت لكم فيديو اللي هو يوم في مطبخي، لكن راح نقترح عليكم وجبات للرجيم أو الحمية. هنا اقترحت عليكم 4 وجبات من الفطور، ووجبة للغداء، وثلاث وجبات للغوتي أو قهوة العصر، ووجبتين خفيفتين للعشاء. هنا فقط كل واحد، يعني انا اعطيتكم افكار وانتم يعني منها تقدروا تجيبوا، يعني تعملوا اللي حبيتوا. دونك اذا كنت مهتمة بالفيديو ان شاء الله تكمليه للاخر لكي تستفيدي. اول شيء، انا لما نوض الصباح دايما نشرب كاس ماء دافي مع هكذا عصرة من خل التفاح، يعني هايل جدا مفيد، وتقدروا حتى تعوضوه بالليمون. بالنسبه لاول وجبه اقترحتها لكم للفطور، اللي هي هادو لي سيريال. هنا لي سيريال هادو موجودين يعني بارتو، ولكن فقط ما تشريش اللي يكونوا بزاف فيهم مثلا شوكولا، ولا فيهم قراي. ديما الشعير قد ما يكون فيهم، ومع حليب وتفاحه هكذا يعني تكفيني. الوجبه الثانيه اللي اقترحتها لكم اللي هي حليب يعني عادي مع بتي باولي كما راكم تلاحظوا. و هنا اكيد راح نضيف السكر اللي كنت وريته لكم، داغاف تاع سكر ناتوريل. اكيد نسكافيه، انه انا ما نطيبش قهوه الصباح وانا ما نحبهاش. وهنا عندي هنايا معجون مشمش، لكن سون سكر اجوتي. اذا ما عندكش هذا، اكيد ما الفو با ديري خلاص لا زبده عاديه ولا معجون في الصباح. ننصحك نصيحه، اذا لقيتي هذا ماشي مشكل، هذا اقتراح فقط حبيت نقترحه عليكم. بالنسبه للوجبه الثالثه ولا الفطور الثالث اللي اقترحته عليكم، اللي هادو لي غالاتوري. هادو هايلين بزاف، راهم بيو، موجودين في كل لي غران سيرفاس كي نقولوا هنا. دونك هادو مام هما مفيدين، فيهم الشعير، فيهم جو مليح. انا فقط هنا نعطيكم هكذا رأي، انتم يعني ابدعوا. هنا عندنا بيغ دو كاكاوات. هنا هذه فيها دهون غير مشبعه، مثل مش كيما الزبده العاديه، راهي فيها صون كما راكم تشوفوا. واكيد تختيني مع شويه معجون المشمش. اذا ما كانش هادو، تقدري تاكلي لا غاليت وحدها فقط، ما ديريش زبده ومعجون. هنا عندنا الشوفان، نحطوه فيه الياغورت ناتور 0%، وتخلطيه وتاكليه مع بيضه مسلوقه كما راكم تلاحظوا. دونك فوالا، هادو هما الوجبات الفطور اللي انا اقترحتهم، وانتم عملوا يعني قهوه شاي كما حبيتوا. بالنسبه للغداء، انا هنا راح ندير لا غاليت دو سون دافوان، ولا خبزه الشوفان، ولكن انا حنديرها كسره الشوفان هذه المره. عادي، هي نفس المقادير تاع الخبز، ولكن هنا ما ضفتش فقط الخميره الكيميائيه. هنا عندي بيضه، ملعقه كبيره من الياغورت ناتور ولا فرomاج بلون. هنا عندنا ملعقه كبيره من الصون دو بلي، وقلت لكم هنا صون دو بلي والنخاله تقدروا تستغنوا عليها تماما، فقط اذا كنت عندك اون كونستيباسيون هنا ضيفيها. وهنايا اكيد 2 ملاعق كبار، لانه 2 ملاعق كبار من الشوفان تكفيك في النهار، ما تزيديش عليها. من بعد سخنت المقلاة نتاعي، اكيد راح نضيف لها رشه من زيت الزيتون، وندهنها باش يعني سورتو لما تكون ما عندكش مقلاة سون اديتيف. دونك فريمون لازم تخليها تسخن مليح مليح. وراح نصب الخليط نتاعي تاع الكاليت هذه ولا الكسره، ونطيبها على الجهتين 2 مينوت دو شاك يعني كوتي. فقط وين تبدا مثل الكريب، مثل البانكيكس، يعني هكذا نفس البرانسيب الطيب. وين تبدا دير هكذا تنشف، ولا البغرير كما نقولوا، تما اللي تقلبيها. هنا تقدري تعاوني نفسك تقلبيها بصحن كيما راني انا الان عامله. راح نقلبها بصحن هكذا باش تجيني سهله، حتى لو تكسرت عادي، لاني انا خليتها موالو، يعني تكون شويه هكذا رخوه باش ما تجينيش ثقيله. فوالا. وهنا راح ندير اومليت عادي جدا. بارفوا ندير كما قلت لكم اسكالوب دو دند يكون مشوي، بارفوا ستيك هاشي، بارفوا يعني كل مره كيفاش. المهم لازم تكون بروتينات. دونك هنا ما كانش اللي ما يعرفش يقلي البيض. فقط حبيت نصور لكم هذه المرحله، ماشي باش نعلمكم بيض، ولكن فقط باش نوري لكم الوجبه اللي انا نديرتها. دونك فوالا، خلصت انا الوجبه تاعي.
وفي الاخير هاي ليكم. هنا درت فقط لي ليغوم قبل اللي فيهم الكرافس، فيهم البسباس، فيهم المعدنوس، فيهم الشو يعني الكرومب الاخضر، فيهم حبه بيض، حبه عفوا بطاطا صغيره، فيهم جزره. يعني درت ميلونج هكذا، لكن ما كثرتش الدهون، شويه زيت زيتون وخليتهم يغليو، شويه ملح ما كثرتش، ودرت لي ليغوم لا سوب دو ليغوم كيما راكم تشوفوا. هنا الكاليت تاعي راكم هاي ليكم، والصحن تاعي حطيت فيه يعني السلطه هنا افونونتي كيما نقولوا، تاكلوا سلطه مليحه كاري تاع الفرomاج بلون. هنايا كولا 0% لاني انا نحب بزاف ناكل، ولكن ما تخافوش ما دير والو. فوالا هذا هو اقتراحي للغداء. بالنسبه للغوتي نفس الكاليت اللي كنت وريتها لكم، مع تغطيني هكا شويه مع البيغ دو كاكاوات، حطيت شويه نص بنانه، ميم با نص بنانه. وهنا عندي الكاكاو كوكو الاوريجينال، يعني الذوق تاعو رائع. اذا لقيتوا ليت كوكو احسن لانه ما فيهش دسم تماما، احسن يعني حليب للريجيم هو الليت كوكو. فوالا. بالنسبه للغوتي الثاني اقترحت لكم عادي يعني شاي. هنا عندي شاي برويل غريس كما تشوفوا، يعني شيء اخضر عادي مع سكر هكا صغير، يعني سكر غو. وتحبي هنا ياغورت اللي يكون هكذا فيه الفواكه، ولا تحبي هنا اقتراحات ماشي كل تاكليهم، ولا بتي سويس. المهم يكونوا كامل لايت يعني، وهكذا الكوتي تاعك تمرريه. الكوتي الثالث اللي اقترحته عليكم اللي هو الكمشه من لينوا، ولا المهم هكذا مكسرات خفيفه، يعني الجوز واللوز اكدوا لي عليه انه مفيد جدا. واكيد شاي اذا حبيتوا اخضر ومع تفاحه. هذا هو الكوتي، ولازم تقسموا الوجبه تاعكم على 4 ولا 5 هكذا يكون احسن شيء. بالنسبه لي اقتراحي للعشاء، هنا راح ندير لكم غاتاتوي تقدروا تقولوا، او اسكالوب دو داند مع الخضر. دونك هنا نحيت هذيك الشحمه اللي تكون في صدر الدجاج، وقطعتها قطع كبيره كما راكم تشوفوا على هكذا اونتي دي هكذا تقدروا تقولوا، ولا قطع كبيره تاني. ومن بعد في صوتوس تاعي حطيت شويه زيت زيتون كالعاده، زيت زيتون، او اذا لقيتوا ويل نتاع الكوكو هايل بزاف. انا ما لقيتوش لانه ولد كوكو ما فيهش ما يتشربش هذيك هذيك الماده اللي يعني الماكله اللي تكون هنا. بعد ما قليت الاسكالوب نتاعي حطيت فوقه بصله مع شويه ثوم، وهنا حطيت الفلفل احمر خضر، يعني كيما تحبوا. هنا تقدروا تستغنوا تمام ديروا غير الاخضر. وهنا فقط اقتراح اسيوس صغيره، تقدروا ديروا نص حبه من التفاح، راح تعطيكم واحد الجو هايل هايل في الطعم نتاع هكذا الاكله تاعك، حتى للاطفال يعني تجيهم حاجه مليحه وبنينه. فوالا. نسيت لي زيبيس اكيد. هنا درت الكوري، ودرت الملح، فلفل الكحل، بابريكا، الزنجبيل اكدوا لي عليه. بالنسبه للاقتراح الثاني اللي هما هادو لي جامبون ولا لي ترونش تاع الداند هادو، ولا ديريهم بشويه هذاك فرomاج كاري 0% اكدوا لي عليه. ومن بعد نقصهم، سمحوا لي نقصهم كيما راكم تشوفوا. هذه الطريقه راح يجيو بنان، لانه كاين ناس ما تقدرش تاكلهم وحدهم. انا صراحه ما نقدرش ناكلهم وحدهم، ولكن مع الفرomاج هكذا هذاك فرomاج بلون. فوالا هاو لكم لاسيت الاولى اللي اقترحت عليكم. اكيد السلطه فيها، وهنا هاو لكم الدجاج هنايا حطيت مع الجامبو هذاك، حطيت كما تشوفوا شويه، نحيت هذاك الدجاج لانه عندي دجاج ديجا ما بقاش نحط. هذا الاقتراح الثاني يعني. والسلطه هنا عندي كولا 0%. انا ما نعملش بيبليسيتي كما قلت لكم، ولكن الشيء اللي عندي والله العظيم حطيته لكم. ان شاء الله يا البنات تكون عجبتكم الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله ندير لكم اقتراحات اخرى.